السلام عليكم. اليوم 13/2/2022. أبدأ بالحديث بالحكمة البليغة: الناس أعداء ما جهلوا. اليوم أجاوب على سؤال عدد من الأخوات والأخوة المهتمين بتأثير الطاقات بشكل عام وتأثيرها على منتخبنا الوطني بكرة القدم، والإجابة تتضمن جزء من بحثي اللي قدمته عام 2002 بكليتي وحسب دراستي بكلية التربية الرياضية. نحن البشر نتعرض يوميا للطاقات السالبة، تأثيرها يبين على صحتنا وعلى علاقاتنا بمن حولنا وعلى وضعنا المادي، وأنا أكثر متضررين لأني أقوم بسحب الطاقات السالبة من المرضى يوميا. مصادر الطاقات السالبة ممكن أختصرها بستة مصادر: طاقات من الكواكب، تتضمن 3 أنواع من طاقات المد الأعظم، وطاقات من التربة والهواء والماء والنار، وطاقات من البشر، وطاقات من ذبذبات الإنترنت، وطاقات من الترددات من أسلاك الكهرباء، وطاقات من مخلوقات الله التي لا نراها من حولنا. وأسباب تراجع مستوى منتخبنا بكرة القدم 20% منها قلة مهارة اللاعبين بالسيطرة على الكرة، و20% منها المدرب، و20% منها الشؤون الإدارية، و20% منها الصحة العامة للاعبين، و20% منها الطاقات السالبة اللي تأثر على اللاعبين وكافة الكوادر الرياضية المتعلقة بالمنتخب، واللي يسميها البعض الحظ والفرص الضائعة. وأنا كفيل بإزالة تأثير الطاقات السالبة خلال ثواني عن منتخبنا الوطني لو كنت على المدرجات بقرب اللاعبين، وسوف أقلل من تأثير باقي السلبيات، وسيعود منتخبنا الوطني بكرة القدم الأقوى في آسيا، ويقل كبير كبير، وسود رافدين جديرين بالتقدير. وسلامتكم.